الخوت، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو على نقاش كروي اللي غادي نتحدث فيه على هادشي اللي طرا اليوم في الماتش ديال الرجاء ضد التوارقه. هادشي اللي طرا اليوم، انا شخصيا شحال هادي ما شفتو، باش ما نقولش عمري شفتو. انه عمري شفت مثلا الرجاء في دونور لعبه ضد فرقه لعبه على الطيوح، وهاد الفرقه هادي بحال تقول هي مول التيران، هي مول الدار، هي اللي هاجمه، هي المبادره، هي اللي واخده بزمام الامور في الماتش كله، وتحس بها هي اللي لعبه على شي حاجه. طبعا هي لعبه على تفادي النزول، ولكن انت كرجاء غالبا ما انت خصك تكون مسيطر، وحتى انت عندك علاش تلعب. يعني كندوي هنا كلاعبين ماشي كمدرب، حنا عارفين مدرب يلاه جا يلاه كيكتشف الفرقه، يلاه كيتعرف على العناصر اللي عنده. ولكن نتوما كلاعبين زعما ما عندكمش علاش لاعبين، ما عندكمش جمهور قدو قداش اليوم جا عاوتاني يحضر، رغم الظروف كامله ورغم الحقد ورغم العصاب اللي عايشوا والغلاء ديال التذكره والماتشات اللي كتقدموا ليه والمستوى الهزيل اللي كتقدموا ليه. ما عندكمش نتوما، ما عندكمش نفس، ما عندكمش اسم، على الاقل اسم تدافعوا عليه. ما تدافعوش على الفرقه، ما تدافعوش على الرجاء، ما تدافعوش على الجمهور، ما دافعوا على رؤوسكم. دافعوا غير على رؤوسكم، اعطيو اعتبار لرؤوسكم، قدموا شي حاجه غير لحفظ ماء الوجه. ما كنظنش انه يعني غتجي شي فرصه افضل من هذا الماتش هذا بالتوارقه في تيرانك بحضور الجمهور ديالك. يعني شنو غنتسنى انا مثلا؟ باش على الاقل نخرج بانتصار غيحفظ ماء الوجه ديالي، غيجدد الثقه ديال المكونات كاملين بما فيها الجمهور اللي هو اهم مكون كاع في هذه الفرقه هذه كامله، في هذا النادي هذا كامل. لا، يعني ضروري خاصنا المهم هذا ماتش تحصيل حاصل. ماتش تحصيل حاصل انه تقريبا من الماتش ديال الوداد والمنحنى ديال فريق الرجاء الرياضي خدا اتجاه اخر. اليوم اتفقنا على انه ما كاينش ادنى لاعب في التشكيله كامله بما فيها الاحتياطيين اللي دخلوا كل شيء من غير خالد كبيري علوي اللي يستحق انه يكون في الرجاء. تكونوا واضحين، ما كاينش لعاب واحد اليوم في الرجاء، في هذا الرجاء اللي شفرنا فيه اليوم، باستثناء بعض العناصر اللي في المجموعه كامله اللي كتضم ربما واحد 29 27 لعاب اللي نقدر نذكر منهم شويه خفيفي شويه مقدم، خالد كبيري علوي الحرار مثلا. من غير هادو ما كاينش. اللي كل شيء خاصو يتغربل، كل شيء خاصو يخرج من هذه الفرقه هذه، كل شيء خاصو يا اما اللي غادي تجدد لهم العقد ديالهم ما يتجددش، طبعا يمشيو في حالاتهم، هذاك حلهم ساهل. ويا اما هذوك اللي باقي في العقود ديالهم خاص نلقى لهم شي تصريفه، خاص نلقاو لهم شي حل باش اننا نتخلصوا منهم. بيع، اعاره، ما عرفتش انا، فسخ العقد، ما نعرف. لانه المشروع كامل اللي كان جا به هاد السي جواد الزيات، ويلكم تو ذا نيو رجاء، كيف ما كان كيقول هو في المنابر الاعلاميه والخرجات وهذا، على انه غنبداو رجاء. شوف، نفس الكلمات كيتعاودوا من نفس المسيرين. كلمه الهيكله ماشي غير تستهلكات، ماشي غير تستهلكات، ما يمكنش هاد الكلمه هذه بالضبط. انا ما بقيتش قادر نعاود نسمعها، مازال ما بقيتش قادر نعاود نسمعها على المسامع ديالي. هاد الكلمه ديال الهيكله، و غنخدموا باسس علميه وبحكمه. الهيكله كتشبه عديمه الحكمه، جوج كلمات سبحان الله كيمشيو ديما مع بعضياتهم مهما كان المسير اللي غادي يجي وشد الراجل. وعلى ذكر هاد المسيرين هذه، واش حنا كنتسناو زعما، واش من نيتنا حنا كنتسناو مثلا انه فريق الرجاء غادي يدخل على عهد جديد وغادي نشوفوا تغيير، ونفس المسيرين هما نيت اللي كيبقاو كيتعاقبوا على تسيير فريق الرجاء الرياضي. غيمشي الزيات غيجي حسبان، لا غيمشي حسبان يجي بيراوين، لا بيراوين غيمشي غيرجع الزيات، غادي يجي بوطريقه زعما هاد المنظومه هذه ديال الاشخاص، حيت هي منظومه في الاخير، منظومه اشخاص. انسان كيجي، خليني من ماشي مسير، خليني من انسان كيجي وكيطرح المشروع ديالو وكيجمع شويه من المنخرطين، حفنه اللي بغينا نسميهم حفنه ديال المنخرطين، وكيتقدم بمشروع وكيتصوت عليه. صافي، حنا جميلنا في النقل المباشر ديال الجمع العام، وكل شيء كيخرج في الاخر يقول لك هذا يوم انتصار للديمقراطيه في نادي الرجاء الرياضي، وان الصناديق هي اللي كتختار واحد. هادشي جميلنا فيه التصريحات، في الاخر واش كنوصلوا لواحد النتيجه؟ هاد الديمقراطيه انا اش درت بها؟ اش درت بها انايا؟ هاد الديمقراطيه اللي نتوما كتقولوها وكتبقوا تتكلموا عليها في الجمع العام، اشنو ربحت بها؟ انا جيب لي واحد، جيب لي مسير اسيدي ما يكون لا ديمقراطي لا هو يكون ديكتاتوري، مزيان، ديكتاتوري، يلا ما كيعرف لها ويخدم لي فرقه ويوقف لي فرقه. جيب لي لعاب مشروع راه هذه كره، راه كره هذه، هذا نادي كره القدم،
نادي كره القدم المنتوج اللي كيقدم هو النتائج والالقاب في اخر السنه. ما تجيش تقول لي هيكله، ما تجيش تقول لي مديونيه، ما تجيش تقول لي مدخول، ما تجيش تقول لي اكاديميه، ما تقولش لي انا هادشي ما بغيتش نعرفه. انا في الاخر وفي الاول فريق كره قدم. النتيجه الاخيره المهمه المباشره اللي كيعرفها اي واحد هو النتيجه الرياضيه. حنا فريق كره قدم، حنا ماشي شركه، حنا ما عندناش نشاط تجاري، ما عندناش كونطابيليتي، ما عندناش محاسبه، ما عندناش هادشي. ما عندناش حنايا منتوج وعندنا سلسله توزيع وعندنا ما نعرف ما تجي تقول لي الماركتينغ والميرشاندايزينغ وغادي نحاولوا لا. هاد الهضره هذه فقط للاستهلاك. الجمهور في الاول وفي الاخر كيعرف حاجه وحده: التيران، البالون واش كيدور ما كيدورش، البالون كيدخل للشبكه ولا ما كيدخلش للشبكه، واش غنديو القاب، غنديو تيترات ولا ما غنديوش تيترات. فقط هادشي اللي كيعرف. وهاد المسيرين ثبتوا على انه الضغط ديال الجمهور هو اللي كيحركهم، هو اللي كيغير البوصله ديالهم، هو اللي كيحدد الاتجاه ديالهم. حيت قبل ما يتعاقدوا مع نصر الدين النبي انا كلشي كنعرف، كلشي كنعرف والكواليس كتخرج. وهذا مشكل اخر وربما امتياز نقدروا نقولوا في الرجاء في ظل هذه النوعيه ديال المسيرين اللي عندنا، وهو الخروج ديال الاخبار والتسريب ديال الاخبار ديال المكتب وديال المفاوضات فين غادا وديال التوجه ديال هذا المكتب هذا لاش من شخص واش من توجه غيشدوا. حيت في الاول كانوا باغيين زفين فاندن بروك. تخيل معايا هذا الزوين هذا انا شخصيا ما بقيت سمعت عليه ربما من التجربه ديال الوداد. تماك صافي السيد انا بالنسبه لي اختفى على الانظار، ما عرفنا فين مشى، ما عرفنا شنو بقى دار، اصلا ما عندوش شي مسار كبير على المستوى البالماريس. تخيل شوف النوعيه ديال المدربين اللي هما باغيين يجيبوا. علاش؟ ماشي الكفاءه، ماشي القدره ديالو على تسيير باقي المباريات. العامل الوحيد والاوحد علاش مشاو لهذا البروفيل وعلاش مشاو لهذا السيزون هو الفلوس. قال لك اسيدي هذا غيقبل لنا ب 15 مليون وما عرفتش شحال كانوا باغيين يديروا معاه فقط. وكاننا راه العقليه راه فارق. العقليه مهمه جدا. ان الناس هذو كيفكروا كمسيرين ديال شركه نيت، ديال شركه لان اغلبهم الناس ديال البيزنس، ناس ديال الاعمال، كل واحد وربي مسهل عليه عنده مسائل ديالو، تجاره ولا عنده شنو عنده شركه ديالو. فنفس التفكير كيسحب لهم راه هو اللي غادي يخدم في فريق كره قدم اللي في الاول وفي الاخر هو المنتوج ديالو، داك البرودوي اللي كيخرج للناس هو النتائج، ماشي برودوي فيني، ماشي واحد المنتوج مادي كنبيعو وكنشريه. ولكن العقليه اللي غاديين بها هما هاد الناس هذه هو العقليه التسييريه ديال شركات ذات اهداف ربحيه. هذا هو الاشكال الكبير. ما كيامنوش في حاجه سميتها مشروع رياضي، ما كيامنوش في حاجه سميتها نجيب مدير رياضي حقيقي ماشي سوماكال اللي كيبان على الواجهه وكيبان غير نهار غادي نسينيو مع الكرارس ومع الكراكيز ديال اللاعبين. كيجي كيشد تا هو التوني مع اللعاب وزعما ديك اللعيبه ديال راسي المدير الرياضي هو اللي مشى جابو. لا ما كاينش الهضره هذه اللي تا هو يعني بالمناسبه هو غادي يمشي بحال حاجه. فشوف الناس وبسبب الضغط ديال الجمهور اللي تسرب ليه الاسم ديال المدرب وعبر على الغضب وعبر على الرفض ديالو لهاد النوعيه ديال المدربين، هادشي علاش مشاو لنصر الدين النبي رغم انه كان عنده مطالب اعلى وكانت عنده حتى شروط اللي بغينا نقولوا اعلى من الشروط ديال فاندن بروك. لان الشروط ديال فاندن بروك كان عنده هاني انه يجي ويسير هاد 7 الماتشات اللي باقا وصافي وسلامه بسلامه. المدرب كيحترم راسو، ما بغاش هادشي، ما بغاش بحال الشروط، وقال لهم لا خصكم تسيروا معايا عقد على الاقل ديال السنه الجايه، لانه انا جاي داخل على مشروع ولا داخل على فرقه خاصني نضمن راسي وخاصني نعرف على انه جاي نكمل البطوله، ولكن خصني نجي كذلك العام الجاي انه انا كنصر الدين النبي كنحترم المهنه ديالي وكنحترم نفسي وكنحترم حتى المسار ديالي بين قوسين. حتى المطالب الماديه طبعا كانت اعلى. بروفيل ديال نصر الدين النبي مزيان ما مزيانش هذه تناقش، لكن على الاقل من كاع دوك البروفيلات اللي كانوا مطروحين كيبقى هو افضل، كيبقى هو افضل. اليوم دابا عاد غادي نتكلموا وغادي ندويو على الماتش ديال اليوم. في الماتش ديال اليوم انا بالنسبه ليا التقطت واحد الاشاره، وهو انه ديك اللعيبه ديال المكتب كيقول للمدرب منك اللعابه، منك اللعابه صافي، ما احنا هزينا يدينا منك اللعابه، شوف انت كيفاش تتصرف معاهم. حيت ما يمكنش هاد النوعيه ديال اللعابه اللي ولات في الرجاء اللي عندك لعاب انت جايبو اعاره، ما جايبش اعاره من الاهلي من الزمالك من ترجي، جايب اعاره من توارقه. تخيل معايا شوف فين ولينا، جايب لعاب صغير من توارقه عنده فقط 20 عام
وكتسناه انه هو اللي يهز لك الجوده ديال خط الهجوم ديالك اللي هو الضحاك. شوف منين ولينا كنتقداو اللعابه من توارقه كاعاره، وانت شفتي اليوم اي لعاب ما يقدرش على الضغط، ما يقدرش على حتى شي حاجه، ما يقدرش يلعب فرقه كبيره من الاخر. شوف النوعيه ديال اللعابه اللي ولينا كنتعاقدوا معاهم. جيب لي حليمي بيصار، لاعب متقاعد نسى كره، كان اخر تجربه ليه دوزيام ديفيزيون في بولندا. كتسناه هو اليوم، ماشي غير اليوم، كتسناه في هذا الموسم هذا انه يهز لك ويرفع لك من الجوده ديال السكواد ديالك، ويكون هو الرومبلاسون ديال شكون؟ ديال واحد بحال صابر بوكرين اللي سالا كره من 2024. سالا كره، دار موسم صافي سالا كره، ما بقاش باغي يلعب هو السيد. لا، ومطالبات بانه يتجدد ليه العقد باش من الاساس صافي، لانه شفنا الحمله اللي دارت على بوكرين اللي هي حمله منطقيه جدا. كفى من بحال هاد اللاعبين، كفى سالينا من بحال هاد اللاعبين. هاد اللاعبين مابقاوش خصهم يحطوا الرجل ديالهم في الرجاء، صافي حبس معاهم. شفنا كيفاش انه الرجاء ولات كتعتمد على راس حربه ما كيعرف يدير حتى شي حاجه من الاصول ديال راس حربه اللي هو التسجيل، اللي هو البوطو الشبكه. جاتو اليوم واحد جوج ديال الفرص ما كيعرفش، ماشي اول مره، راه حتى المباريات السابقه ما كيعرفش. سيد مشلل، سيد ما عندوش شي حاجه سميتها غادي نماركي بالرجل ديالو. يقدر يجيب لك بيلانتي، يقدر يبقى يدير ديك الكره، ما نعرف يكونسومي لا بال كيف ما تنقولوا، يبقى شاد عنده كره يتسنى صحابو يطلعوا. ما ماشي راس حربه ديال الرجاء من الاخر. شوف النوعيه ديال اللاعبين اللي عندنا. الدفاع كيفاش انه بغياب عنصر واحد سميتو خفيفي المنظومه الدفاعيه كلها انهارت، كلها سالات حب صافي. ما عندكش بديل، ما عندكش لاعب فالابل فاليدي يقدر يشد لك الدفاع ديالك وزمام الامور في الدفاع. كيفاش اليوم كميه الكرات اللي تضربات في الظهر ديال المدافعين ديالنا رهيبه جدا. كيفاش انه خالد كبيري علاوي اليوم بعدا دار ماتش العمر اللي بغينا نقولوا، ماتش العمر ديالو صراحه. واحسن حاجه خرجنا بها في هذا الماتش هذا هو انه عرفنا عندنا جوج ديال الحراس من الطينه الكبيره، من الطراز الرفيع. ما كاينش الحرار، ما كاينش مشكل، كاين السي كبيري علاوي، لانه بدونه كون ما كانش هو كنتي غتخرج بواحد الشوهه تاريخيه، بواحد السكور تاريخي من فرقه كتصارع على الهبوط سميتها توارقه. عندها بامو سالك ورا شحال هادي، عندها فوزير تقاعد، عندها واحد بحال العرجون انا تفاجئ انه باقي كيلعب في بريمير ديفيزيون. عندها لعابه بحال هاد اللاعبين ومع ذلك حرجوك ومع الجمهور ديالك. فاليوم هو قمه البؤس الكروي ديال فريق الرجاء الرياضي في هذا الموسم هذا. كنت كنشم ريحه فاضلو باقا كتسارى في التيران. انا ما يمكنش نصر الدين النبي جا البارح سينا درينا بهم حصه وحده، غادي يجي اليوم عرفت كيفاش الانسان كان بعض الرجاويين كيفاش كانوا كيتسناو مثلا الماتش ديال اليوم غادي نشوفوا تغيير كبير، غادي نشوفوا نفس اللعابه راه هما. ما عندكش جوده، ما عندكش الجوده ما كايناش. لعابه ماشي بنفس القيمه ديال الرجاء، هذه خصنا نعرفوها. ما يمكنش انك تلعب مع موري، ما يمكنش تعول على لاعب سميتو المعموري باش انه يكون جناح ديال الرجاء. ما يمكنش لاعب بحال ماتياس انه يماركي لك كواري، ما كيماركيش السيد. وحنا جايبينه من ليطوانيا، شوف منين مدبرين عليه. شوف واصلا في ليطوانيا هذه اللي كان كيلعب فيها اللي هو دوري ضعيف جدا اضعف من البطوله المغربيه، ما كانش كيماركي. فشنو كتسنى؟ ان هذا اللاعب جاي من دوري اضعف غادي يجي لعندك نتايا وغادي يكون احسن؟ ما يمكنش. ما غاديش نتسنى من الضحاك انه يهز لا بريسيون ويتحمل الضغط ويماركي بيلانتي ضد الفريق ديالو السابق. هو اصلا جاي نقدر نقولوا لعاب ما عنديش الكلمه ديال لعاب اسبوار 20 عام حكا غنتسنى منه، ما يدير لك والو. ما غنتسناش من الضحاك انه يجي يهز لك الفرقه. هادشي اللي كاين بالنسبه اليوم. شكرا لكم.